الاهلي وبيراميدز والمصري في يوم واحد؟ طب مالك يا عم بتبص لي كده ليه؟ يعني انتوا كلكم خرجتوا من افريقيا وجايين تبصوا لي انا في اللقمه؟ انا اللي موقوف لي القيد 13 مره، انا اللي لعبت ما بتاخدش فلوس باصين لي انا، وانتوا اللي خرجتوا؟ لا، ما حدش دعوه بيا، انا سيبوني كده في حالي، ما حدش ركز معايا، وان شاء الله هعمل حاجه في الكونفدراليه ومش هخرج بكره. ان شاء الله الزمالك ما يفعلش الجدعنه بتاعته دي وما يخرجش بكره. كمل حلقتك يا ابني، كمل حلقتك. تقريبا مصر كلها كانت عارفه ان في فضيحه جايه في السكه الا اداره النادي الاهلي. كله عارف ان اللعيبه بتلعب من غير روح، كله عارف ان ده مدرب فني على الله وهيودي الاهلي في داهيه، وبرغم كل ده صابرين عليه وساكتين لحد ما حصلت الفضيحه والاهلي ودع دوري ابطال افريقيا بعد ما خسر من الترجي بنتيجه 4-2 في مجموع الماتشين، وكمان خرج من كاس مصر، وممكن كمان ما لحقش يلعب في افريقيا في الدوري. هتقول لي بس الاهلي لعب النهارده حلو ولعب شوط حلو، لولا تالق حارس الترجي كان كسب. اقول لك هو انت هتقعد مستني ان حارس الترجي ما يتالقش ويشيل فرقته عشان حضرتك تكسب؟ ما هو انت الشوط الاول انت لعبت حلو ده، هم نزلوا الشوط الثاني عملوا عليك ماتش عالمي وقدروا يجيبوا فيك 3 اجوان بغلطات من اللعيبه بتاعتك اذا كان بن شرقي ولا ديانج. وغلطه واحده حصلت من بن شرقي ادت لجون بالنسبه للترجي، ادت ان الدنيا فتحت وصلت ل 3-0، ولاعيبه الاهلي والمدرب واقف يتفرج. انا عايز اعرف ليه المدرب قاعد لحد دقيقه 75 مش عايز يبدل، مش عايز ينزل فيرود؟ شايف ان امام عاشور بيقدم ارنى اداء في الملعب وسايبه في الملعب، شايف اللعيبه زي زيزو ما بتقدمش ولا بن شرقي، وعنده حسين الشحات لو نزل يبقى بقدم الناس دي 10 مرات، ولكنهم على الدكه. جايب مهاجم زي كاموش ورامي على الدكه، بيلعب ماتش من غير مهاجم. كل دي تراكمات اتراكمت ورا بعض خلت النادي الاهلي بعد ما كان مقدم شوط اول عالمي ومضيع 3 4 اجوان ينزل الشوط الثاني ما يشوفش قدامه، وفريق الترجي دخل فيه 3 اهداف بغلطتين من النادي الاهلي، والثلاث اهداف مستحقين وتاهل للترجي مستحق. بقالي 5 6 فيديوهات بقول لك لازم النادي الاهلي يمشي المدرب ده، يا حسام البدري عماد النحاس، يا حسام البدري عماد النحاس. هل الاهلي هيمشي المدرب ده؟ خلاص انت خرجت من افريقيا، خرجت من الكاس، وفي الدوري انت موجود في المركز الثالث، ويا عالم هتعرف توصل تاني وتاخد الدوري ولا لا. الاهلي مستني ايه تاني عشان يمشي المدرب ده؟ انا ما اعرفش. ومش هقعد اقول لك نفس الكلام اللي بقول لك كل فيديو، انا هجيب لك كلام قلته لك من 8 شهور قبل ما الدوري يبدا ولا دوري ابطال افريقيا يبدا. اسمع انا قلت لك ايه على الاهلي من 8 شهور. والمفروض بعد كل الصفقات دي النادي الاهلي يخش الموسم الجاي ما يسيبش اي حاجه لاي حد. بس تفتكر مع كتره النجوم دي النادي الاهلي عارف يسيطر عليها ولا اوضه اللبس هتفرت منه؟ احنا شفنا مثال زي ده بيحصل في اوروبا في نادي زي ريال مدريد لما راح جاب كيليان امبابي اول ما دخل على فريق منظم جدا وقع الفريق. والناحيه الثانيه فريق برشلونه الشباب قدر ياخد البطوله. وعلى الناحيه الثانيه برده عندنا مثال زي باريس سان جيرمان اللي قعد يشتري في نجوم كتيره قوي، في الاخر النجوم دي وقعت الفريق، ولما اعتمد على شباب كسب. ونفس الكلام بالنسبه لمانشستر سيتي اللي كان بيجيب نجوم بس، وبعد كده لما اعتمد على ناس شباب خد كل حاجه. فهل النادي الاهلي قرر السيناريوهات بتاعت الناس دي، ولا النادي الاهلي زي ما هو معودنا حاجه ثانيه خالص؟ ومنظومه النادي الاهلي غير منظومه اي فريق ثاني؟ ده